السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخنا مطبخ الماسة. هنعمل مع بعض النهاردة الغريبة بطريقة حلوة جدا وسهلة جدا. الغريبة من نواعم العيد اللي بنسميها السهل الممتنع. خطواتها سهلة قوي، مكوناتها سهلة قوي، بس للأسف مش بتنجح مع الكل. تابعي معايا الفيديو للآخر وازاي تقدري تنجحي الغريبة وتطلع بالجمال ده، تطلع دايبة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولونها ابيض قوي و... لا تحفة، تحطيها في بقك بتدوب في البق. من اجمل النواعم اللي ممكن تاكليها. وان شاء الله الفيديو يعجبكم، ونبدأ المقادير ونقول يلا بينا. اول حاجة هنسمي بسم الله. معانا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، معانا 300 جرام من السكر البودر، معانا 600 جرام من السمنه. السكر البودر انا طحناه في البيت يا جماعه، ما بشتريهوش من بره، افضل اساسا لان اللي بيجي من بره فيه نشا. السمنه تفضل ان هي تكون سمنه جاموسي لونها ابيض، عشان تطلع معاكي الغريبه فاتحه. اول حاجه هجيب بوله وانزل فيها بالسمنه. السمنه لازم تكون ساقعه، لو هي بره دخليها جوه التلاجة لحد ما تسقع منك. ما ينفعش تشتغلي بيها وهي سايحه، لان مش هتعمل معاكي الفوم اللي انتوا شايفينه زي الكريم شانتيه ده. وافضلي اضربي فيها بالمضرب لحد ما لونها يبقى فاتح قوي كده وقوامها كريمي. بعد ما نخلص ضرب كويس قوي. اهم حاجه انا باكد على الكلمه دي عشان يطلع معاكي لون الغريبه فاتح. بعد ما نخلص هنبدا ننزل بكيلو الدقيق. اي دقيق لازم تجيبوه، لازم تنخليه يا جماعه، لازم تدخلي فيه هوا. بكده فضلنا نعجن فيها. هتفرول معاكي في الاول وتبقى عامله زي الرمله كده. افضلي اعجني فيها وبسي فيها لحد ما توصلي للقوام ده، لدرجه ان هي بتلزق. انتوا شايفينها ملزقه ازاي في ايدي؟ انا عايزه بقى القوام ده. بسم الله ما شاء الله، ما فيهاش تشققات، تحفه. العجينه طريه جدا. هندخلها التلاجة لمدة ساعتين أو ساعة ونص كده. بعد ما خرجتها، أول حاجة هعملها ما شاء الله تماسكت زي ما انتم شايفين. لما دخلت التلاجة هعمل تيست للعجينة، أشوفها بتفرش ولا لأ، فيها مشكلة. هجيب 2 كورتين وأحطهم وأدخلها على درجة حرارة. الغريبة بتدخل على درجة حرارة 160. ما بتقعدش في الفرن يا جماعة أكتر من 8 دقايق ماكسيمم، يوم ما تزيد 19 دقايق، ما تزيدش عن كده. ما بتاخدش لون من تحت. الغريبة بتبقى لونها زي ما دخلت زي ما خرجت. هنبدأ دلوقتي نشكلها. اهم حاجة لما تيجي تشكلي الغريبة ما تطلعيهاش كلها قدامك، لا، زي ما انت شايفة انا خدت قطعة منها، حطيتها في بولة تانية ورجعتها تاني التلاجة عشان مش عايزاها تسيح. العجينة بتاعت الغريبة او الكرة بتاعت الغريبة عايزاها، انا عاملاها 13 جرام. انت ممكن من اول 10 لحد 15، ما تكبريش عن كده، عشان الغريبة تكون صغنونة خالص كده تحطيها في بقك مرة واحدة. التشكيل ده راجع لك انت. انا كل مرة بقولها، انا معايا لولي ومعايا كريسب لونه بيربل والاخضر. ممكن مكسرات. ده كله في ايديكي انتي. انا اهم حاجة عندي ان الطريقة تطلع ناجحة. التزيين ده بقى راجع لك انتي. هنخلص هعمل لكم كام واحدة، وبعد كده هكمل الكمية كلها لوحدي. بس كل ما صينية تخلص لازم تدخليها التلاجة، ما تسيبيهاش بره ابدا عشان ما تسحش. لازم يتحطوا في التلاجة اول باول، ولما تيجي تسوي طلعيهم واحدة واحدة. ده النقطة دي مهمة جدا لنجاح معاكي الغريبة وعشان ما تفرش منك. احنا اصلا بعد ما دخلنا عملنا تيست، طلعت العجينة زي ما دخلت زي ما خرجت، ما فرشتش نهائي. كده خلصنا كل الكمية بتاعتنا. عملنا بسم الله ما شاء الله، عملت معانا الكم اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الفرن بتاعنا هقول تاني على 160، 8 دقايق فقط لا غير، ما تقعديهاش اكتر من كده. ده بعد ما خرج من الفرن اللهم بارك، زي ما دخلت زي ما خرجت. طبعا ما نفشتش ولا غيرت ولا شكلها اتغير. هنبدأ نرصها دلوقتي. بتتكلم عن نفسها. الغريبة بتتكلم عن نفسها من جمالها ومن طعمها. رائع رائع رائع. صدقوني جربوها بالطريقة دي وبالمقادير دي، لا بتبصم
ولا فرشت في الفرن، ولونها ابيض. عملت كذا شكل زي ما انتم شايفينه، الورده وده ساده، والاشكال اللولي والكريسب ده. عملت معايا الكميه دي، عملت كيلو 800 جرام. لونها زي ما دخل، شايفين؟ اوعي تدي الغريبه لون من تحت. اديت الغريبه لون من تحت هتقرمش معاكي ومش هتدوب في البق، والغريبه ما بتاخدش لون اساسا. شايفين بتتكسر معايا ازاي؟ ولا بنضيف لها فانيليا زي ما انا شفت، ولا بيضاف لها بياض بيض. هما 3 مكونات: سكر، سمنه، زبده. وهتطلع معاكي بالجمال ده. وبكده يبقى الفيديو بتاعي خلص. بتمنى يكون عجبكم، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.